عملت بقى النهارده وصفة مافن خطيرة عالية جدا في البروتين، مش هتصدقوا انها معمولة من جبنة القريش. ايوه، من جبنة القريش. عارفة الناس كتير جدا ما بتحبهاش، بس انا عايزة مخصوص الناس اللي ما بتحبهاش تجمع بقى في الفيديو ده عشان هتجربوا مافن خطيرة. اول حاجة هبدأ بقى ان انا اجيب قالب جبنة القريش، هاخد منه 50 جرام من جبنة القريش. هوريكم دلوقتي الكمية تبقى عاملة ازاي. وهحتاج يبقى معايا شوفان حبة كاملة وبيضة ومعلقة من اللبن، والتوابل هنا هحط فلفل اسود وملح وزعتر. طبعا تقدروا تستخدموا التوابل اللي انتوا حابينها. هبدأ اخد القطعة دي من جبنة القريش بما تساوي 50 جرام لو انتوا عندكم ميزان. لو ما عندكوش ميزان هي بتبقى قطعة ربع، يعني ربع القالب زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى احطه في البلندر علشان احط عليه بقية المكونات. هحط له هنا التوابل فلفل اسود وملح وزعتر، وممكن تضيفوا اي توابل تانية زي ما قلت لكم. وبعدين هجيب بقى هنا بضاية. زي ما قلت لكم هنا الوجبة عالية جدا في البروتين لانها فيها بيض وجبنة قريش، وجبنة قريش فيها نسبة بروتين حلوة جدا، فهتبقى حلوة قوي كوجبة بعد التمرين او حتى في الفطار او في العشاء. وهبدأ بقى اجيب هنا الشوفان. انا استخدمت شوفان حبة كاملة، هستخدم منه معلقتين كبار من الشوفان على الكمية اللي عندكم دي. هبدأ احط هنا الشوفان حبة كاملة زي ما هو. وبعدين هبدأ بقى اضيف اللبن. انا هنا نزلت اول حاجة معلقة من اللبن، وهبدأ بقى ان انا اضربهم مع بعض، وحسب القوام هشوف هل هحتاج استخدم تاني ولا لأ، وهتشوفوا خلال الفيديو. طبعا الموضوع بيبقى تقيل شوية لان الجبنة بتكون تقيلة، بس في الاول اول ما كل حاجة تندمج مع بعض هتشوفوا القوام في الاخر هيبقى عامل ازاي. بعد ما خلصت كل السوائل اللي في الوصفة، استخدمت كمان معلقة من اللبن، وحطيت كمان نص معلقة من البيكنج باودر عشان تترفع معايا شوية. وهبدأ بقى اضرب الخليط ده كله مع بعض كده، هيبقى القوام بتاعي جاهز. وكده بالظبط القوام اللي انا عايزاه، يكون سايل شوية مش قوي، يكون برضو متماسك، وفي نفس الوقت زي ما انتوا شايفين هو ده القوام اللي انا هبقى محتاجاه. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعة الكب كيك بتاعتي، وهبدأ ان انا ادهنها بالزيت كويس علشان طبعا اقدر ان انا اخرجه منها. ونصيحة مني، لو عندكم السيليكون بتكون اسهل كتير علشان بتطلعها لي مرة واحدة، دي بتكون رخمة شوية لما نيجي نطلعها. فهبدأ ادهنها كده كلها بالزيت. انا استخدمت زيت زيتون، حطيت بس رشة بسيطة قوي. وهبدأ بقى ان انا انزل الخليط. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بقى مين تحت في الكومنت بيحب الجبنة القريش، علشان انا بفكر اعمل سلسلة لوصفات كتيرة من الجبنة القريش عشان نقدر ان احنا نستفاد منها، بالذات للناس اللي ما بتحبش طعمها يكون طعم مباشر. هنا الكمية دي عملت لي 4 وحدات، تقدروا ان انتوا تزودوا الكمية لو انتوا حابين، بس جربوها الاول وشوفوا هتعجبكم ولا لا. وبدأت بقى احط لها الاضافات. انا استخدمت هنا زيتون، هبدأ ان انا اقطعه واشيل البذر منه، وطبعا اقطعه على المافن بتاعتي. تقدروا بقى تزودوا الاضافات اللي انتوا حابينها. انا ما بحبش الزيتون قوي فاستخدمت منه قطع صغيرة، استخدمت واحدة ووزعتها على 3 من المافن. طبعا دي ترجع بقى للي انتوا حابينه، ممكن تضيفوا لها نوع جبنة تاني او تضيفوا اي اضافات. انا حطيت برضو سمسم على الوش، حطيته في كل المافن على الوش بتاعه، بيبقى شكله كمان حلو قوي في الاخر. واخر مافن هزود لها جزرايه، هاخد منها طبعا جزء صغير قوي، هقطعه مربعات وادخله فيها. طبعا زي ما قلت لكم دي حاجه ترجع لكم، حطوا لها اي نكهه انتوا حابين تدوقوا فيها. وبدأت ان انا احطه هنا في الخليط بتاعي، احط له برضو سمسم على الوش، واحطها على درجة حرارة 180. اخدت معايا 25 دقيقة، ولما تبدأ تحمر مني احطها على الشواية، بس ما تنسوهاش عشان انا اتحمرت مني زيادة شوية. وده كده شكلها بعد ما طلعتها بتكون فلافي وبتكون هشة وحلوة جدا. سبتها تبرد بقى شوية قبل ما ارفعها، وده كده شكلها بعد ما حطيتها في الطبق. بجد حاجة كده طعمها لذيذ قوي، جبنة القريش مش باين فيها خالص، وهتبقى مشبعة جدا.
هاي يا صحابي، هتصدقوا لو قلت لكم ان العيش اللي قدامكم ده معمول كله من جبنه القريش؟ يعني مش بس عاملين عيش في البيت، لا وهنعمله كمان البروتين بتاعه عالي ومشبع جدا. ومش بس كده، هعمل لكم بيه احلى كلاب تونه ساندويتش من اللي احنا بنروح نشتريها غاليه قوي من بره. بس متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بقى بينا على الوصفه. اول حاجه هجيب بقى المكونات بتاعتي: قالب جبنه قريش، وثلاث بيضات، وخميره، ودقيق شوفان، وهحط بقى التوابل بتاعتي. هي هقول لكم احنا بنحطها. هاستخدم هنا نص القالب اللي انا قدامكم ده. هو هيعمل لي بالظبط حسب الصينيه اللي عندي. هبدا بقى احط هنا الجبنه القريش في المضرب بتاعي او البلندر. وهبدا بقى ان انا اجيب البيض، هنزل عليه 3 بيضات. طبعا يفضل ان هما يكونوا بحراره الغرفه، وممكن تضربوا البيض بره عادي بدل ما تضربوه على طول زي ما انا حطيته فوقيه. وبعدين بقى بعد ما حطيتهم كلهم مع بعض، هبدأ بقى ان انا اجيب الملح، وهبدأ بقى احط هنا شوية ملح حسب طبعا الرغبة. وهبدأ اجيب بقى كيس الخميرة وهفضيه كله. طبعا يبقى واثقين الخميرة بتاعتنا شغالة. لو عايزين تأكدوا منها ممكن تجيبوا ربع كوباية مية وعليها الخميرة ومعلقة سكر، وأول ما يتفاعلوا نحطهم على الخليط. وبعدين هجيب بقى هنا معلقة صغيرة من سكر الدايت، تقدروا طبعا تستخدموا سكر عادي. وهبدأ أخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض. وزي ما انتم شايفين الخليط كان سهل قوي، عشان طبعا البيض كان موجود فكانت سوائل فيه عالية. وهبقى انزل بقى بالسوائل زي ما انتم شايفين. وبعدين هبدأ بقى اضيف هنا دقيق الشوفان. انا استخدمت كمية دقيق الشوفان كلها، نقدر نقول هي كوبايتين. هستخدم هنا اول كوباية، وهبدأ ان انا اقلبه بقى بالسباتولا، بحيث ان انا ادخله في المواد السائلة بتاعتي. وهافضل اقلبه كده بالراحة. وقررت بقى اعمل معاكم سيريز لوصفات للجبنة القريش، عشان عارفة ان مش كل الناس بتحبها. بس انا متأكدة ان انتوا هتحبوها وهناكلها بوصفات كتيرة جدا حادق وحلو. فما تنسوش ان انتوا تفضلوا متابعين عشان تشوفوا كل الوصفات اللي هعملها معاكم. هبدأ بقى ان انا اقلبها كده. واول ما الدقيق كله يتشرب، هبدأ بقى انزل بنص كوباية تاني من الدقيق. خلوا بالكوا ان دقيق الشوفان يختلف عن الدقيق العادي، لانه دقيق الشوفان بيمتص السوائل بعد فترة. هبدأ احط هنا شمر ينسون، هحط كمان اي بذور انتوا عايزينها علشان طبعا تزود من القيمة الغذائية بتاعة العيش بتاعي. وبعدين ضفت بقى نص كوباية من الدقيق لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هيبقى بيلزق شوية، مش هيكون هو متماسك خالص. وهبدأ بقى اسيبه ساعتين تخمر على جنب. هنا بقى بعد ما خمرت هنزلها على سطح يكون مرشوش كويس قوي بالدقيق. وطبعا تقدروا تستخدموا الدقيق العادي، وهقول لكم كمان الدقيق العادي هيفرق ايه عن دقيق الشوفان. اول حاجه دقيق الشوفان بيمتص السوائل ابطا، فناخد بالنا واحنا بنحط الدقيق ما نزودش مره واحده عشان ما تنشفش مننا. وفي نفس الوقت دقيق الشوفان مش هيرتفع معايا قوي زي ارتفاع الدقيق العادي، وده هنشوفه بعد ما نسيب العجينه انها تخمر كويس تاني. هنا بقى الخليط زي ما انتم شايفينه طبعا بتكون بتلزق. هبدأ بقى انزل عليها بنص كوباية تانية من الدقيق. هنا بقى ترجع اكتر للمعيار بتاعكم والكمية اللي انتوا عاملينها. هبدأ بقى ان انا ادخلها في الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما اوصل ان هي تكون متماسكة، بس في نفس الوقت ما تبقاش ناشفة مني، هي تكون بتلزق بس تلزيقة بسيطة قوي. بعد ما لميتها كده هوريكم برضو هوصل معايا شكلها يبقى عامل ازاي. وزي ما قلت لكم وهفضل اقول لكم طول الفيديو، خلي بالكم دي شوفان مش زي الدقيق العادي. هنا بقى خلاص بدأت ان انا جمعتها بعد ما بدأت اعجن فيها لمدة 5 دقايق عشان العجينة ترتاح معايا. هبدأ بقى ان انا اكورها كده، وهقول لكم هعملها على شكل الصينية اللي انا هحطها فيها. وهنسيبها برضو تخمر لمدة ساعتين تانيين. هبدأ أدهن بقى السطح بتاعي بزيت كويس قوي عشان انزل عليه العجينة بتاعتي، وابدأ ان انا اعملها بالشكل اللي انا عايزاه. هنا بقى بدأت ان انا اجمع عشان ادخل الدقيق اللي كان بره ده جوه العجينة، فحطيت له معلقة من الزيت. وهبدأ بقى ان انا برضو اعجن فيها شوية، مش هعجن فيها كتير، هو كمية العجينة كلها على بعضها كانت 5 دقايق. هبدأ بقى بعد ما جمعتها، بصوا ده القوام اللي انا عايزاه، تكون بتلزق تلزيقة خفيفة قوي، ما تكونش برضو سايلة خالص، بس ايه التلزيق بسيط قوي. هبدأ بقى ان انا اعملها بالشكل اللي انا عايزاه.
وهابدأ بقى إن أنا أحطها في القالب بتاعي زي ما قُلت لكم هنسيبها ساعتين ترتاح. هاجيب القالب وهادهنه كويس أوي بالزيت علشان يطلع معايا بسهولة، وحسب القالب بتاعكم طبعًا أنتم عارفين لو بيطلع بسهولة هتبقوا خلاص مش محتاجين كمية الزيت دي، أنا ما حطيتش كتير ممكن تكون معلقة كبيرة، بس المهم إن إحنا نتأكد إن هي مدهونة كويس أوي عشان ما يلزقش فيه خالص. بعد ما دهنته بقى هابدأ إن أنا أنقلها واسيبها بقى ترتاح لمدة ساعتين تانيين، وارجع لها بعد ما تكون خمرت زي ما قُلت لكم مش هنستناها إن هي ترتفع أوي، لإنها مش زي الدقيق العادي، هترتفع بس ارتفاع بسيط خالص مش هيبقى حاجة كبيرة. ده كده شكلها قبل ما أغطّيها، طبعًا بنسيبها في مكان مظلم ونغطّيها، وده كده شكلها بعد ما خمرت. الارتفاع يا رب يكون باين لكم شوية. وهابدأ بقى أدخّلها على فرن درجة حرارته 180 أخدت معايا 40 دقيقة، وهاعمل لها شكل كده بس من قدّام، وخلّوا بالكم إن إحنا هنعرف استوت والّا لأ من تحت، هي تتحمّر من تحت ممكن تكون من فوق مش متحمّرة، فناخد بالنا كويس أوي إن هي متحمّرة كويس أوي من تحت. ولو عايزين تفتحوا عليها الشواية ما فيش مشكلة، ده كده شكلها خلاص بعد ما طلعت بُصّوا من تحت متحمّرة خالص، بس أنا ما حبيتش إن أنا أحمّرها أوي من فوق، وده كده شكلها بجد كان حلو جدًا وكان لازم أعمل بيه أحلى ساندويتش تونة. بُصّوا بقى الشكل بتاعه والقوام بتاعه وإزاي إن إحنا فتحناه وبقى ساندويتش معانا، ومش قادرة أقول لكم قد إيه هو مُشبع جدًا، جدًا، وكفاية إن هو نسبة البروتين فيه هتبقى عالية أوي عشان نسبة البيض والجبنة القريش اللي إحنا حطيناه فيها. هابدأ بقى أقول لكم إزاي نعمل كلاب ساندويتش. هاجيب هنا أي نوع جبنة كريمي أو ممكن تستخدموا مايونيز، وأنا هنا استخدمت جبنة كيري، والجبنة دي كانت جبنة كيري براكفورد، تقدروا تستخدموا أي نوع جبنة كريمي انتوا حابينها وممكن تستبدلوها عادي بالمايونيز. وهابدأ بقى أنزل بالتونة، أنا هنا تونة كنت مصفياها، والتونة نفسها كانت في مَيّة ومحلول ملحي وصفيتها كويس أوي. وبعدين بقى بعد ما اخلّصه هابدأ بقى إن أنا أحط له الجبنة الموتزاريلا، بس أهم حاجة نملي الساندوتش كويس أوي. خلّي بالكم إن كمان إحنا كده كل اللي إحنا عمالين نعمله عمالين نعلّي من قيمة الساندوتش أكتر، ونسبة البروتين اللي فيه عالية جدًا، أنا أخدته وفضلت شبعانة وقت طويل أوي. حطيت بقى كمية جبنة موتزاريلا مش كتير، وتقدروا تحطوه بقى في التوستر، أنا حطيته في الair fryer، وده كده شكله بعد ما خلص، وبجد كان خطير. ده كده شكله بعد ما الجبنة ساحت، أنا ما حطيتش جبنة كتير، وبجد كان طعمه حلو أوي. هاي يا صحابي ازيكم الأخبار؟ لو فاكرين ان الموضوع هيقف عند الجبنة القريش عند الحوادق بس فانتوا غلطانين، هعملكوا بيها النهارده أحلى ريسبي في الحر وهناكلها من غير أي تأنيب ضمير، وهندخل فيها المانجا كمان. بس متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا على الوصفة. أول حاجة هحتاج ان أنا أجيب مانجا وجبنة قريش وعلبة زبادي وفانيليا ولبن ورشة ملح والسكر بتاعنا. تعالوا بقى أول حاجة ناخدها خطوة خطوة كده. أول حاجة أجيب المانجا وأبدأ إن أنا هاخد منها جزء صغير منها، وطبعًا تقدروا بقى تستخدموا أي نوع مانجا أنتم حابينها، وهابدأ أقطّعها كده بشكل مربعات، قطعوها بالشكل اللي تحبوه. أنا طبعًا علشان شكل التصوير وعلشان حاجة يطلع شكلها لذيذ، فقطّعت بقى على الشكل بالطريقة دي، وبدأت بقى إن أنا أفتحها وده كده كان شكلها. شكلها بجد كان خطير، تقدروا أصلًا تقطّعوها كده وتاكلوها في العادي. بدأت بقى أقطّع بالسكينة للآخر كده عشان تتفتح كلّها معايا، وبعدين بقى دي كل المكونات اللي أنا احتاجتها. تعالوا بقى بينا واحدة واحدة كده نحطهم ونشوف هنعمل بيهم إيه. أول حاجة أنا استخدمت هنا كمية الجبنة القريش هو كان نُص قالب. أهم حاجة إن الجبنة القريش عشان نستخدمها في أي حاجة من الحلويات لازم نكون نقعّينها في مَيّة قبلها لمدة نُص ساعة أقل حاجة، أو نتأكد وإحنا بنشتريها إن هي ما فيهاش ملح. وهابدأ بقى أنزّل عليها كوباية من الزبادي، ويعني خليكم في الضمان عامةً، وأول ما تجيبوا الجبنة نقعوها على طول، فعشان نبقى ضامنين إن هي تطلع مضبوطة. وهاجيب بقى معلقة من الفانيليا، أنا استخدمت هنا الفانيليا السائلة، ممكن تستخدموا الفانيليا الأكياس عادي ما فيهاش مشكلة. وهاستخدم هنا معلقة من سكر دايت، وأنا جايبة لكم العسل هنا قدامكم عشان هو البديل لو هتعملوه لأطفال، أو برضه لو انتوا حابين تدخلوا العسل، برضه من العسل من الحاجات الحلوة جدا. وهحط عليه رشة الملح اللي بتقلب طعم أي حاجة، بتخليه بجد مظبوط جدا، مهم قوي.
وهابدأ بقى إن أنا أنزل باللبن، دي آخر حاجة علشان أحصل على القوام بتاعها، القوام بتاعها بيكون creamy وهاوريكِ دلوقتي القوام بيبقى عامل إزاي. أنا استخدمت هنا من معلقة لمعلقتين كبار من اللبن حسب القوام اللي أنتم عايزينه، ما ينفعش تبقى سائلة أوي علشان لمّا نيجي نحطها في الفريزر وكده تمسك نفسها، وأبدأ بقى أضرب كل الكلام ده بالبلندر. وبكده جاهزة معايا. بُصّوا القوام بتاعها خطير بجد، ما بتاخدش وقت خالص. هابدأ بقى أجيب الصينية بتاعتي وهابدأ إن أنا أحط عليها ورق الزبدة، ونتأكد إن ورق الزبدة جودته كويسة أوي علشان إحنا مش هندهنه، نبقى متأكدين إن إحنا لمّا نيجي نحطه عليه هيطلع بسهولة، فاختبروه الأول في أي حاجة علشان لمّا تيجوا تشيلوه ما يكونش لازق فيها. وهابدأ بقى إن أنا أحطه في الصينية كده زي ما أنتم شايفين، وأنزل بقى بالخليط بتاعي. بُصّوا ده القوام اللي أنا عايزاه، قوام يكون creamy ما يكونش سائل أوي ولا برضه جامد أوي. هابدأ أنزّل كل الخليط عندي في الصينية، وبعدين هابدأ أوزّعه بقى بالspatula. طبعًا إحنا بناخد كل الخليط، يعني أكيد مش هنسيب الخليط اللي موجود، فهنبدأ ننزّله بالspatula كده زي ما أنتم شايفين. وبعدين هابدأ بقى إن أنا أفردها بحيث إن هي تكون طبقة يعني رفيّعة، بس ما تكونش رفيّعة أوي، يعني عايزاها تكون رفيّعة بس مش لدرجة إن مثلًا الصينية تكون باينة من تحتها. هاوريكم وأنا باوزّعها، كل ما بتكون رفيّعة كل ما بتكون حلوة إن إحنا نستخدمها وناكلها يعني كأنها bites كده، حاجة لذيذة. بُصّوا هنا بقى زي ما أنتم شايفين ممكن لمّا بالاقي الصينية بانت من تحت بارجع لها تاني علشان أنا مش عايزاها تكون رفيّعة over عشان لمّا آجي أشيلها تتشال معايا بسهولة. وفي نفس الوقت ما تكونش تخينة أوي علشان تبقى حلوة وإحنا بناكلها على قطمة واحدة. وبدأت بقى أوزّعها بالspatula، ده كده شكلها بعد ما خلّصتها. هابدأ بقى أجيب المانجا وأنزّلها، خلاص باقطّع الcubes كده، قطّعتها بقى بشكل عشوائي ونزّلتها كده، عايزين تقطّعوها لو قطع أصغر عادي دي ترجع لكم. وبعدين بقى بعد ما حطيتها كلّها هابدأ بقى ده كده شكلها. بجد كان حاجة خطيرة، حلوة أوي، مغذية كمان عشان نسبة البروتين العالية اللي موجودة في الجبنة القريش. وهابدأ بقى أدلّعها بشوية جوز هند، أنا باعشق الجوز هند فحطوه عليها بيبقى طعمه كمان حلو أوي. وحطوا بقى عليها أي إضافات، ممكن تحطوا لها أي حاجة عايزين تعلّوا من قيمتها الغذائية، وممكن كمان بقى تغيّروا المانجا بأي فاكهة أنتم حابينها. نزّلت عليها كمان فول سوداني وبس كده، دي كانت الحاجات اللي أنا حطيتها عليها علشان أدلّعها على قد ما أقدر. بجد طعمها حلو جدًا، وخلّي بالكم إن هي البروتين بتاعها عالي أوي. تقدروا كمان تاخدوها بعد الgym تبقى حلوة أوي، أو تاخدوها في أي وقت، هي high in protein علشان فيها جبنة القريش وكمان فيها الزبادي. وهابدأ بقى إن أنا أحطها في الفريزر ليلة كاملة، وبعد ما طلعتها أقطعها لcubes كده، ده كده شكلها بجد خطيرة. هابدأ بقى إن أنا أمسكها عادي وده القوام بتاعها. بُصّوا ناكلها بقى bites وبالهنا والشفا. هاي يا صحابي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ تعالوا بقى نشوف اخرة الجبنه القريش معانا ايه. النهارده هعمل لكم بيها كريب حادق خطير بالجبنه القريش، عالي في البروتين ومشبع جدا وسهل وسريع، بيخلص بسرعه قوي. بس طبعا متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واسيب لكم بقيه الوصفات كمان روحوا شوفوها. هنا بقى هحتاج بس 3 مكونات، هي الجبنه بتاعتي وهحتاج الشوفان ولبن علشان اخفف الجبنه. هابدأ بقى طبعًا زي ما اتعودنا أحط اللبن بالتدريج، بس هنا بقى عايزة أوصل لقوام يكون سائل خالص. بدأت بقى إن أنا أضرب كده أول كمية، وبعدين هابدأ بقى أنزّل اللبن تاني لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، فهابدأ أقلب تاني. خدوا وقتكم أوي وأنتم بتعملوا الموضوع ده، لإنه مش عايزة أزوّد مرّة واحدة فالكمية تبقى بزيادة منّي. هابدأ بقى إن أنا أحط بالتدريج لحد ما أوصل لقوام يكون سائل. واللي ييجي بقى يسألني يقول لي: "إيه لازمة الموضوع ده؟" هاقول له إن هو فيها نسبة بروتين عالية جدًا، مُشبعة جدًا، وكمان طعمها خطير.
ده القوام اللي انا عايزه اوصل له. هبدا بقى ان انا كنت جايبه هنا جنبي نص كوبايه من دقيق شوفان، انا استخدمت ربع كوبايه. وانا في اي حاجه عامه لما باجي استخدمها والمقادير بتاعتها عايزه اظبطها، ببدا ان انا احط بالتدريج، وبعدين لو احتجت ازود تاني. فانا استخدمت هنا ربع كوبايه من دقيق شوفان وربع كوبايه من اللبن على قطعه الجبنه القريش اللي انتوا شفتوها في بدايه الفيديو. لو هتزودوا طبعا تزودوا الكميه، هي سهله قوي، تقدروا تعملوها عادي بمعيار عينيكم، مفيش مشكله خالص. وبدات بقى ان انا بعد ما حطيتها اجيب البلندر تاني عشان ميبقاش فيه اي تكتلات خالص في الخليط بتاعي، فما تقلقوش من الموضوع ده. وبعد بقى ما الخليط بقى جاهز معايا، هنزل عليه بربع معلقه من البيكنج باودر، وهننزل عليه برشه من الملح. طبعا بينزل هنا على حسب الدرجه اللي انتوا عايزينها. وبعدين هبدا انزل عليه شويه بذور عشان يبقى صحي اكتر، حطيت بذور كتان وحطيت كمان حبه البركه. وبس كده كده دي كل المكونات بتاعتي اللي انا احتجتها ان انا اعمل بيه احلى عيش، هتشوفوه بجد خطير. تقدروا ان انتوا تعملوا منه كراب، تقدروا ان انتوا تاكلوه كده لوحده كعيش صاج او اي حاجه، بجد في كل الاحوال طعمه حلو قوي. هبدا انزل بقى بطاسه اكون مدفياها شويه، هنزل عليها بس يعني رشه بسيطه قوي من زيت الزيتون. ومش محتاجين الخطوه دي، انا بس بحطها في اول مره عشان اعمل تيست كده الاول. هبدا انزل بالخليط بتاعي في النص، وبعدين هبدا بقى اوزعه بالتدريج. خدوا بالكم كويس قوي، انا هنا كنت بستخدم الطاسه بتاعتي سيراميك، فيدوب كده بطرف المعلقه، مستحيل خالص المعلقه تلمس الطاسه. فما تخاف يعني، لو انتوا ما بتعرفوش تعملوا الموضوع ده ممكن تستخدموا معلقه خشب، او تستخدموا الاسباتولا اللي انا هرجع استخدمها في اخر الفيديو هوريه لكم. فخدوا بالكم قوي علشان ما نطردش كلنا من المطبخ. هسيب لكم بقيه الوصفات كلها برضو عشان تروحوا تشوفوها، دي سلسله من سلاسل اختراعات الجبنه القريش، علشان نعلي من قيمه الوجبات اللي احنا بناكلها وتبقى مفيده لينا اكتر، وبالذات للناس اللي ما بتحبش الجبنه القريش اللي زيي. وبعدين بقى بصوا ده شكل العيش من قريب، بصوا نفخ حاجه بسيطه قوي بس عادي، ده مش شرط ان هو ينفخ اصلا. ببدا بقى ان انا اسيبه يعني 3 دقايق، سيبوه براحته خالص على نار متوسطه، وسيبوه لحد ما يطلع هو لوحده. انا ببدا بقى اعمل له تيست كده من الجنب، لما بحس ان هو خلاص طلع معايا ابدا بقى ان انا اقلبه. ما تستعجلوش عليه ابدا، علشان لو استعجلتوا عليه هيبدا ان هو يبوظ منكم، ومش هتقدروا ان انتوا تطلعوه زي ما انا طلعته كده حته واحده. وده كده شكله. بصوا بقى بوريكم قد ايه ان هو خلاص بيفك من الطاسه، ما بيبقاش لازق. فهنا في المرحله دي اقدر بقى ان انا اقلبه زي ما انا عايزه بكل الاتجاهات، وهو مش هيفك مني خالص. ده كده كان شكل، تقدروا بقى ان انتوا تسووه بالتسويه اللي انتوا عايزينها، درجه التحمير بتاعتكم ترجع لكم. بصوا هو لونه بجد كان فظيع. هبدا بقى ان انا احط هنا كميه برضو دي عملتها بقى من غير زيت، لان انا الطاسه بتاعتي ما بتلزقش. فبدات ان انا احط هنا الكميه، كانت اخر كميه حطيتها في نص الطاسه. بدات بقى ان انا اوزعها هنا، استخدمت الاسباتولا لان انا هلمس الطاسه كتير قوي، فاستخدمت حاجه تكون امان. بدات بقى ان انا انزل الخليط كده واوزعه بالراحه خالص، علشان اتاكد اول حاجه ان هو الجزء اللي تحت منه لامس الطاسه وماسك فيها كويس. بعدين ابدا بقى ان انا اوزع الجزء من فوق، باسيبها براحتها جدا جدا، لو استعجلتوا عليها هتبوظ منكم. واديني باكد عشان لو باظت ما ترجعوش تقولوا ان في حاجه او في مشكله في الخليط. بسيبها براحتها تاخد وقتها خالص، اول ما تتحمر من تحت واتاكد ان هي طلعت بس بطلعها. ده كده كان شكلها. واخر واحده بقى هبدا ان انا احطها، وعملت لي الكميه هنا 3 او 2.5 يعني. ودي هنا بقى اخر واحده خلاص وانا بطلعها. بصوا بقى الناحيه التانية وانا بقلبها، لونها جولد كده خطير. وطبعا ما بين واحده واحده بنغطيها، لو احنا عايزينها طريه، لو عايزينها تبقى ناشفه كده وتبقى عامله زي الفطيره الناشفه او حاجه، ممكن نسيبها عادي ما تتغطاش. ده كده شكلهم بعد ما خلصتهم، بجد شكلهم خطير، طعمهم احلى. وتعالوا بقى اوريكم ازاي احنا ممكن نعمل لها رول كمان. بصوا طريه قوي، بتتلف معايا بسهوله. ممكن نعملها زي العيش كده، ناكلها نحط فيها جبن، نحط فيها كمان لحوم، نحط فيها اي حاجه انتوا عايزينها. او هنا بقى انا قطعت منها من ناحيه حته بالسكينه وعملتها زي الكريب. هاي يا اصحابي، استكمالا بقى لسلسله الجبنه القريش، اصلا انا مش هسيبكم غير لما تحبوها. جايبالكم بقى وصفه خطيره بجد حلوه جدا، وهتعمل في وقت قصير قوي. دي كل المكونات اللي هنحتاجها: جبنه قريش، وهنجيب الطماطم، وهجيب بقى الطاجن الكيوت اللي قدامكم ده، كنت جبته من سلسله النزهه، هسيبها لكم فوق علشان تبقوا عارفين المكان بتاعه وسعره كمان. هبدا بقى احط جبنه القريش في البلندر واقطع الطماطم. انا هنا جبت 2 وسط، واقطعهم لكيوبس كده، برضو حجمها يكون وسط. ممكن تستخدموا شيري توميتو، بس طبعا ممكن نتصرف عادي جدا لو ما عندناش.
وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتاكدوا ان انتوا هتحبوا الجبنه القريش، وهجمعها لكم كلها في بلاي ليست واحده هحطها لكم برضو عشان تعرفوا ترجعوا لها في اي وقت. هبدا بقى اقطع الطماطم هنا لمكعبات كده تكون كبيره شويه علشان ما تتهريش مني قوي. وبعد ما اخلص بقى هبدا ان انا احطها في الطاجن بتاعي، وبعدين هقول لكم بقى هنحط لها ايه. بدأت بقى انقلها في الطاجن، طبعا تقدروا تستخدموا اي حاجة عادي. وهبدأ بقى ان انا احط عليها معلقة كبيرة من الزيت، انا استخدمت هنا زيت زيتون بيبقى طعمه حلو قوي مع الاكل. وهبدأ بقى ان انا اعمل لها مساج كده علشان اتأكد ان الزيت دخل فيها كلها. وطبعا انا استخدمت هنا الطماطم على قد ما اقدر ما يبقاش طرية قوي عشان ما تنزلش مية كتير. وهحط عليها فلفل اسود وهحط عليها ملح. تقدروا بقى تحطوا التوابل اللي انتوا عايزينها، بس انا بحب التوابل تكون خفيفة شوية. وبعدين بقى هنا خلاص هحط الملح، وهنزل عليها طبعا بالحاجة الأساسية قوي وهو الزعتر. أنا جبت هنا زعتر وبدأت إن أنا أنزله عليها، ودي كده كل التوابل اللي أنا حطيتها. هبدأ بقى إن أنا أعمل لهم مساج كده مع بعض علشان كل التوابل تتداخل مع بعض. وبرده من أهم الحاجات اللي بتبقى طعمها لذيذ قوي مع الوصفة دي هو التوم، فأنا استخدمت هنا فص توم مفروم. تقدروا تستخدموا توم باودر لو مش عايزين تستخدموا توم صحيح. وهبدأ بقى ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعدين هدخلها بقى، ممكن تدخلوها على الفرن، انا استسهلت وحطيتها في الاير فراير. ودي برضو من الوصفات اللي بتبقى نستخدم فيها الاير فراير، بتبقى حلوه قوي. حطيتها على درجه حراره 200 لمده 5 دقايق. هجيب بقى الجبنه القريش وهحط عليها شويه من اللبن، انا هحولها لكريمي علشان تبقى تتفرد بسهوله، ويتحط عليها المكونات اللي احنا حطيناها دي. وابدا ان انا اعمل لها بلندنج. طبعا في المرحلة دي هنبدأ ان احنا نزود اللبن حسب احنا عايزين درجة الكريمي بتاعها تبقى عاملة ازاي. فتقدروا في البوينت دي تتحكموا فيها زي ما انتوا حابين. انا كنت عايزاها القوام بتاعها يبقى كريمي شوية، فبدأت ان انا احط لبن بالتدريج. وده كده القوام اللي انا وصلت له في الاخر، حاجه كده كريمي كانت بجد خطيره قوي. هبدا بقى ان انا افردها في الطبق بتاعي. بصوا بتتفرد بكل سهوله، فتقدروا تعملوا لها سبريد او تغمزوها، بتبقى بجد خطيره. هبدا بقى ان انا افردها في الطبق بتاعي عقبال ما تكون الطماطم بتاعتي اتعملت في الاير فراير. انا استخدمت الاير فراير علشان اسهل، فبدات ان انا اشيل الصفايه وحطيتها في الجزء اللي تحت، واخدت بالظبط 5 دقايق. برضو ممكن تحطوها في الفرن. بعد بقى ما الطماطم جهزت معايا، ده كده شكلها بجد كانت سخنة مولعة، فخدوا بالكم منها كويس قوي. وبعدين بقى هبدأ ان انا اطلعها علشان احط الخليط ده على الجبنة الكريمي الفظيعة اللي بقت. وبدأت بقى ان انا احطه، كان سخنة قوي فخدوا بالكم. وبعدين هبدأ بقى ان انا احطه بالسباتولا كده واوزعه عليها. وممكن تهرسوه كمان في مكانها لو انتوا مش عايزين قطع الطماطم تكون ظاهرة كده. انا كنت حباها تكون كبيرة علشان تتغمس معايا. لو عايزينها تكون مش ظاهرة خالص ممكن تهرسوها الاول وبعدين تحطوها عشان تكون عاملة زي البيوري. بدأت بقى ان انا اوزعها على الخليط كله. في الجزء ده بقى حبيت ان انا اهرس منه شوية، برضو مش هنهرسها قوي، بس هرست منها شوية عشان تنزل شوية صوص كده. وبدأت بقى ان انا احطه واوزعه على الجبنة كلها. وده كده شكلها بعد ما خلصت. بجد خليط الطماطم بكل التوابل اللي عليها كانت حلوة قوي. وبدأت بقى اضيف له زعتر بالسمسم كده حواليه، كان خطير، كان طعمه حلو جدا. وبس كده.